انا عايز اقول لك حاجه يا فاطمه. انا احب اعيش على قدي، وما اقبلش غيري يدفع لي مليم ما دام مش من عرق جبيني. ايه ده؟ بالراحة على نفسك شوي. مش كده يعني، انا ما خلصنيش ازعلك بناقص الاكل والغسيل كمان بلاش منه. انت زعلتي؟ انا مش قصدي ازعلك، وعشان اثبت لك ان مفيش تكليف بينا هسيب لك الهدوم عشان تغسليها، براحتك. وهسيب لك معاهم صابونه.
ايه يا فاطمه؟ كنت بترغي مع مين على الصبح؟ ده عبد عبده كان عايز ايه؟ كان عاوز الطيش تغسل هدومه، قلت له سيبهم اغسلهم لك انا. ما تسيبيه يغسلهم. هو انت هتغسلي له هدومه كمان؟ الله الله، انت ايه اللي قلبك عليه كده؟ هو كان عمل لك حاجه؟ يا فاطمه يا فاطمه، انا قلبي عليكي. وبعدين مش عايزك تقفي معاه كتير قدام الجيران، انت عارفه الناس وكلامها. يا سلام، ليه وانت مش عارفني كويس ولا ايه؟ يا فاطمه انا عارفه، انا عارفك، بس انت كمان عارفه الناس ولسنتها. معلش عشان خاطري خلي الوقوف معاها على القد، ولما يبقى له لزوم. حاضر. الشيشه بتاع الحاج ايه؟ صبح لي على الحاج وقول له حمامه بيقول لك صباحك قشطه يا حاج. من عناية. بقول لك يا حمام، أنا ليه عندك خدمة؟ أي حاجة قديمة في القهوة مستغني عنها أو عاوز تتصرف فيها بقول لي أنا عليها. ليه؟ هتسرع بعربيه روبابيكيا؟ يا سيدي مش شغل. وشوف، اللي هيدفعه لك أي واحد هدفع لك زيه وأكتر شوية. الله، انت بتتكلم بجد؟ أمال بهزر؟ طب مش لما تجيب العربيه الاول؟ عربية إيه؟ أنت فاكرني هتاجر في الحاجات دي؟ لا شوف، أنا هقول لك بصراحة، أنا ليا واحد معرفة هيفتح قهوة صغيرة وموصينا استلقط له شوية حاجات بس. أمشي أنا بقى لحسن النار هتخسع والحاج يبهدلني. سلام. اتفضل يا حاج. سالكه ايه؟ عفارم عليك يالا. الله يخليك يا حاج. بقول يا حاج، ما تجيب لك شيشه خصوصي هنا وانا ابقى اعمل المطلوب، واللي بتدفعه للقهوه يعني انا اخد اقل منه شويه. لما يبقى ده كارك ساعتها اقول لك ماشي، لكن غيرك له كار وانت لك كار، خليك في كارك وتشطر فيه. يا سلام، كلامك حكم يا حاج، خش في النافوخ على طول. تعرف يا حاج، انا كل يوم بتعلم منك حاجات لو كنت رحت المدارس ما كنتش عرفتها. مدارس ايه يالا؟ حتى لو دخلت الجامعة دي خبرة وتعب وعرق سنين. بالك الواد محفوظ ابني اهو واخد احسن شهادة في التجارة، لكن اول ما يقع في حصبص يجي لي جري ويقول لي الحقني يابا انا غرقت وطلعني. بس انت برضو عدم المؤاخذه، انت برضو مدلعه يا حاج. مدلعه بس بالاصول وبحساب. عودته من صغره انه لازم يشتغل. كنت في الاجازه اجيبه هنا معايا في الوكاله، مش اقعده على مكتب هنا جنبي، لا، يشتغل مع الصبيان، يشيل وينقل ويعرف هو شايل ايه وده تمنه ايه. ولما كبر جالب نفسه وقال لي انا عايز اشتغل معاك يابا. قلت له ماشي ماشي، اديته ماهيه وكل عمليه يعملها
اديله عمولته. بالك الأوتومبيل اللي هو راكبه ده هو اللي شاريه بنفسه. قلت له عايز تسوق اركب عربيتي. قال لي لا دي موضتها قديم. قلت له طب يا اخويا اختار الموضة اللي تعجبك واشتريه بفلوسك. تعب واشتغل ليل ونهار لحد ما جاب تمنه. يا ريت ابويا كان عمل معايا كده يا حاج، ما كانش بقى ده حالي. الا فضل يطوعني في كل حاجه لحد ما خبت الخيبه الكبيره دي. ودلوقتي بعد ما مات لقيت نفسي في الهوا. يا مولاي كما خلقتني، لا قرش ولا علام. مادام حسيت بالندم وعرفت غلطتك تبقى اتعلمت. بعد ايه يا حاج؟ بعد خراب ملطه؟ ما تقولش كده يالا، انت لسه شاب بصحتك وعافيتك. اوعى تبص وراك، مهما حصل بص لقدامك على طول. وكل ما تقابلك حاجة لازم تحسب حسبتها تمام قبل ما تخطي خطوة واحدة. كيس تاخد لك قدر وتقع مش مهم، المهم انك ما تستسلمش وتنام. لا، لازم تقوم على طول. انت يظهر شفت كتير قوي يا حاج. انا لو حكيت لك حكايتي مش هتصدق. عدم المؤاخذه يا حاج، انت منين؟ أنا من اسكندرية. أبويا كان أكبر صياد، ومرة واحدة ركبوا النحس. المركبتين اللي كان بياكل منهم عيش غيرهم. اتحصر ومات. سابني وانا لسه يا دوب عندي 11 سنة. واول ما كبرت لسه هقول يا هادي امي حصلته، وبقيت وحيد في الدنيا لوحدي. أنا ما كنتش غاوي بحر، اشتغلت عتال على عربية نقل لحد ما جات لنا نقلة هنا في الوكالة. ومن يوميها ما رجعتش في العربية اللي جابتنا. يعني النقله دي كانت قدم الساعه دي يا حاج؟ السعد ده جه بعدين بسنين طويلة كنت بدوق فيها المر. بلمت كده ليه يالا؟ اجري هات لي طبق كشري. من عينيا يا حاج. اخرب عقلك، فكرتني بالذي مضى.
ربنا يكفيك شر طريقك ويبعد عنك ولاد الحرام، قادر يا كريم. قرشين ساق هنا يا بلاش. احسن بضايع احنا بنبيع بلاش. اللي ساق يتفرج. يلا 5 ساق بس. بضايع المعلم علي يا جماعه. اوعى ظهرك. اوعى ظهرك. 5 ساق بس. بضايع المعلم نجيب. 5 ساق بس. قرشين ساق هنا يا بلاش. 5 ساق بس. بضايع المعلم نجيب يا جدعان. 5 ساق. قرشين هنا يا بلاش. تعالى قرب بنبيع. تعالى 3 ساق. بنبيع 3 ساق. قرشين 5 ساق بس. قرشين هنا يا بلاش. بضايع المعلم نبيل. 5 ساق بس. يلا تعالى خش. بعنا بقرش. بضايع المعلم تعالى نبيل. خش. 5 ساق بعنا بس. بقرش. تعالى خش. بعنا بقرش. تعالى خش. المعلم نبيل. بعنا بقرش. 5 ساق بس. تعالى خش. يلا يا بعنا جماعة. بقرش. تعالى أحسن خش. بضايع. بعنا بقرش. تعالى خش. 5 بعنا ساق بقرش. بس. تعالى خش. ايه حكايتك النهارده بالظبط؟ في حاجه يا بلدينا؟ بتسالني انا؟ اسال نفسك. حصل لك يا فلا الشهر؟ اقول لك حصل ايه؟ الارض دي بتاعتي، باكل منها ايه؟ تقوم انت تيجي تستولي عليها كده بمنتهى السهوله؟ يا اخي اهلا وسهلا. يلا يا اخويا لم حاجتك من هنا ولا هرميها لك بره في الشارع. ترمي ايه؟ ترمي ايه؟ ما تتكلم كلام معقول ولا انا مش مالي عينك؟ انت باين عليك لمد وغلباوي كمان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما بلاش طولة لسان، ده الملاف السعد. يا جدعان صلوا على النبي ما عليه الصلاة والسلام. وروقوا واتفاهموا مع بعض. الارض دي بتاعتي ولا انا نجيب؟ تمام وبقالك فيه اكتر من 2 سنين. سمعت بودانك يا اهطل؟ لا اله الا، ما قلنا بلاش قلة ادب. وكمان بتقول عليا قليل الادب يا جعير. انا جعير؟ انا لازم اربيك بقى عشان تبقى عامل اللي زيك. انا جعير؟ انا جعير؟ ايه؟ انا جعير؟ انت اديني شويه كشري يا فاطمه. عناية شوية كشري يا ساي. كويس. دول بيقولوا ايه؟ ان الواد عبده في السوق بيتخانق وعامل لي فيها ابو زيد الهلالي. يا راجل قول كلام غير كده. ومالك اتخضيتي كده؟ ما تخافيش عليه ده واد جن. ما تروح يا سيد تشوف ايه اللي حصل. يعني ايه؟ شايفاني فاضي ولا سيبك لعيش؟ يعني هتسيبوا الراجل لوحده كده؟ ماشي. فاطمه، انت بنت فاطمه، مالناش دعوه بالمشاكل دي يا بنت. هي البت فاطمه مالها مش هتقف على الواد عبده كده ليه؟ ده ارض الحكومه. لا مش ارض، ده ارض انا. هتقولي على حاجه؟ والله انا والله انا بكتشف. روق بقى حكايتك يا بابا. ما يصحش كده. 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 روق بقى حكايتك المال. ايه اللي بيحصل ده؟ انا ما عملتش حاجه حظابت. هو اللي مفتري وعامل عين لفتوه وما كنتش مصدقني. اسال الناس دي كلها. اوعى تصدق يا حضرة الظابط، ده انا جاي اول يوم هنا بستفتح وبحط البضاعه على الارض ولسه بقول يا هادي وبنادي اللي جه ده راح رامي المخله وراح زايدني في كتفي. ايه يا اخويا كيف غسل حياتك؟ خدوه يلا على اسمه قدامي. قدامي يلا فاضله. لم الحاجه حطيها في العربيه وروحي. يلا قدامي. هو ده اللي حاسس. يلا يلا كل واحد يلا كل واحد. القرف بتاع الناس الارزاق كمان فيها كده، فيها قرف كمان قرف الارزاق. وقطع سنينك وديانك السودا يا اللي كنت السبب. فاطمه امال فين عبد؟ خدوه على الايه؟ الله، ده الحكايه قلبت بجد بقى. هو عمل ايه؟ انا عارفه كان بيتخان. وبعدين ده الراجل كده راح في شربة ميه. لا يا فاطمه، انا مش قلت لك مالناش دعوه؟
ده باين عليه وطلبه. جرى ايه يا سيد؟ ما ترسلك على بر، ساعه تقول لبط وساعه تقول حنين. انا مش عاجبني حنيتك الزايده عليه، هو كان من بيت اهالينا. الناس لبعضيها يا اخوي. طب وعايزانا نعمل ايه دلوقتي؟ اهو نشوف له اي صرف نخلصه من القسط. ما هو لو كان الحاج سردينه موجود كان ضمنه وخلصه، انما حظه المهبب النهارده اجازه. خلاص نشوف حد يعرف تليفون الحاج سردينه ونكلمه. نشوف. يلا خلي بالك من العربيه يا درش على ما ارجع. مين يا حمامه؟ مين اللي يعرف نمره تليفون الحاج سردينه؟ مين يا حمامه؟ مين يا اخويا انت؟ ايوه مرسي هو اللي بيجي ساعات يطلبه بالتليفون من هنا. وهنجيبه منين دلوقتي الريس مرسي؟ وانت عارف انه ما بيجيش القهوه غير بالليل. بيت مرسي فين يا حمامه؟ بيت مرسي يا اخويا بس حد يا اخوانا يعرف بيت مرسي فين؟ محدش. هو يعني لازم يتخلي في الساعات بالذات؟ المهم نشوف حد يضمنه. مين اللي يضمنه يا واد يا حمامه؟ مين اللي يضمنه؟ مفيش غير فهيمه افندي. يا اخوانا حد يعرف بيت فهيمه افندي فين؟ انا اعرفها فاطمه انا. طب ما يلا بينا. يلا بينا على فين؟ خليك انت واقفه على عربيه الكشر على ما ارجع لك. طب هنقفلها ونروح سوا. نقفلها ايه؟ هو احنا عملنا بحق الرز؟ هيبقى موت وخراب ديار يا فاطمه. طب روح انت بس بسرعه وانا هسبقك على العربيه. يلا قدامك. هي ايه العباره؟ البنت فاطمه مش شحتفه قوي كده ليه على عبده؟ انا اضمن وحظابط بطاقتي اهي. وانت صلتك ايه بالواد اللي اسمه عبد الغفور ده؟ انا بيه اعرف ان هو بيشتغل صبي من صبيان الحاج ابراهيم سردين. يبقى ما ينفعش. ما ينفعش ليه بس يا بيه؟ طب يا سعاده البيه، طب عشان خاطرنا، ده برضه واد غلبان. ده واد مشاغب وقالب السوق. ما هو مش عاوزينه ياكل عيش، طب يعمل ايه يعني يا حظابط؟ كل شيء بالاصول يا سيد فهيم. طب عشان خاطر انا، وانا بعد كده هوعيه وافهمه. يجي الحاج سردين يضمنه وناخد عليه تعهد. حضرتك عارف ان النهارده اجازه وهنلاقي فين الحاج ابراهيم سردين دلوقتي؟ خلاص خليه مرمي في التخشيبه لحد بكره لغايه ما يجي صاحب العمل ويضمنه. يعني ايه؟ خلاص مفيش فايده؟ الاجراءات كده. خلاص يديها تخشيبه. يديها تخشيبه؟ طب ما تديها نمره الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا بنتي. الله جرى محفوظ ما تاكل خطيبتك. خد يا حاج. خافش يا حاج على فوزية. فوزية دي تأكل 100. ما يغركش انها سفيفة ورفيعة كده، انما اكلتها الله اكبر. سبحان الله ولو في خلقه شؤون، مع ان محفوظ ابني ما بياكلش كتير. ايه يا بابا الكلام ده؟ ما قلتليش يا حاج زينو هنكتب كتاب العيال دول امتى؟ اللي تشوفه يا حاج انا جاهز وتحت امركم. طب اسمع، الخميس الجاي، لا الخميس اللي بعديه، الميعاد ده يوافقك؟ خير البر عاجله، بس نشوف الولاد عاوزين الفرح يتعمل فين؟ انا عايزه اعمله في الفندق الجديد اللي فتح على النيل. لا انا عايز اعمله في الفندق اللي في الهرم. انتوا هتتخانقوا من دلوقتي. شوف بقى اسمعوا، الارخص هو اللي همشيه. ارخص ايه يابا؟ بس هي مناقصه. جرى يا حاج ابراهيم؟ لا يا حبيبي، هنسترخص من اولها؟ لا، اللوزه دي اول فرحتي، لازم اعمل لها فرح ما اتعملش. اعمل يا اخويا، وعلى راي المثل اللي عنده كحل يتكحل. ايوه، ساعتها يقولوا الاسم الطوبه والفعل امشير. التليفون من مين؟ ايه؟ فهيم افندي؟ استر يا رب، ما دام فهيم افندي يبقى فيها مصيبه. فهيم في ايه؟ ايه؟ امتى ده حصل؟ وهو فين دلوقتي؟ يا خيبتك وما عرفتش تطلعه؟ طيب انا جاي حالا. في يا بابا؟ اسمع محفوظ، انا نازل نص ساعه مشوار صغير كده وراجع على طول. ليه خير؟ حصل ايه؟ معرفش، فهيم افندي بيقول لي انهم مسكوا الواد عبده وحجزوه في القسم. تلاقيه سرق حاجه؟ عبده ما يمدش ايده على حاجه ابدا، ده بيقول لي انه اتخانق. مش مهم، المهم دلوقتي انك تقعد مع حماك وعروستك يا اخي، اتكلم واضحك معاها، ما تقعدش مبلم كده. ويعني حبكت يا بابا، تسيب ضيوفك وتنزل دلوقتي؟ ما تسيبه متلقح في القسم وبكره الصبح نبقى نطلعه. ده واحد من صبياني، ما اقدرش اشوفه في زنقه واسيبه.
اتعلم بقى الحاجات دي، انت مش صغير. لو سمحت من ضمن هنا يا حاج. لا مؤاخذة، أنا معايا الختم بتاعي. المرة دي بس علشان خاطر الحاج، لكن المرة الجاية مش هرحمك. والله يا حضرة الضابط أنا كافي خيري شري، ده أنا عايز آكل لقمة عيش. محدش منعك إنك تاكل عيش، لكن تعمل لي فيه عصبجي هدخلك السجن. والله ما بتاكل. اخرس يالا، خلاص انكتم بقى. ممنونين يا حضرة الضابط. شرفت وأنست يا حاج. الله يشرف مقدارك. سلام عليكم. مع السلامة يا حاج. البنت فاطمة جاية هنا تعمل ايه؟ دي كانت زي المجنونه وهي اللي اصرت ان اكلمك في التليفون. انت في ايه بينك وبينها؟ أبدا أبدا يا حاج، ما فيش أي حاجة، ما أنت عارف إن إحنا جيران. جيران؟ طب يا اخويا روح طمنها احسن باين عليها هتتجنن. ربنا يخليك ليها يا حاج، ما تحرمش روح منك. ما تنساش تفوت عليا بكره يا فهيم افندي، علشان في شويه حسابات عايزين نظبطها مع بعض. من عناية يا حاج. اطمنت يا اختي؟ الحمد لله. بقى هي الحكايه كده. انا لولا الكشري بتاعك عاجبني كان بقالي معاكي كلام تاني. مع ألف سلامة يا حاج، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. معلش تعبتك يا حاج. مع السلامة. مع السلامة يا حاج. المهم طمنيني، العربية والحاجات فين؟ ما تحملش هم حاجه، انا لميت لك الحاجه كلها من العربيه وحطيتها عند سيد اخويا. عملت انت ايه؟ مش عدت الحمد لله. اطمني، احنا خلاص سوينا كل حاجه. ربنا يخليك يا فهيم افندي. بس بقول لك ايه، انا مش عاوزك بعد كده يا عبده تبقى حمى قوي كده. خدها مني نصيحه، التجاره دي عاوزه اللي طبعه هادي ورايق. فاهم يعني ايه؟ يعني من هنا ورايح نديها مسايسه. طب يلا بينا بقى نبعد عن اللهم احفظنا ده، ربنا لا يجعلنا في طريق ولا يجعله في طريقنا. يلا يلا. جيت أبيعك يا حنة، كترة الأحزان. معلش ما جراش حاجه، الصبر طيب، كل حاجه في اولها شديده. يا اختي طب اسال سيد، ده احنا عشان نقعد بالعربيه في المطرح اللي احنا فيه ده ياما قلبنا ناس وناس قلبونا. تصدقوا بإيه؟ لا اله الا الله. أنا أول ما روحت وفرشت وحطيت شوية الخردة دماغي قعدت تودي وتجيب، في حد يجي يشتري مني شوية، ولقيت الناس بتتسرسب ناحيتي واحد ورا التاني، وشوية ابتدوا يقلبوا في البضاعة، شوية والفلوس ابتدت تطلع من جيبهم، ما بقتش مصدق عينيا. يعني البعيد المؤذي ده لو كان استنى ساعة زمن كنت جبرت وكفيت خيري شري. معلش معلش يا عبد، ادي انت بتتعلم برضه، بس واجب انك قبل ما تخطي الخطوة تحسس عليها. يعني قبل ما تفرش الفرش بتاعك كنت تسأل المكان ده فاضي ولا له صاحب. أسأل إيه يا سيد؟ ده أرض الحكومة يا جدع، هي ملك دي ولا حكي على حد؟ يا عبد يا أخويا، اللي بيحط رجله على شبر من الأرض بيفتكر إنه ملكه، وده يا حبيبي بقى أكل عيش، يعني يا روح ما بعدك روح. اقعد اقعد اقعد. أمال فين الشاي بتاعك يا فاطمة؟ ما انا هقوم اعمل لروحي دلوقتي بعد ما تخلصوا. تعملي إيه؟ اشربي ده واعملي لنا بعدين. لو ربنا وحد شرب ولا انا؟ لا عيب، لو ربنا لا عبده اشرب بقى. بس أنا مش غلطان يا سيد. أنا لما رحت فرشت كان في 100 واحد واقفين، ما حدش منهم كلف خاطره وقال لي المكان ده ليه صاحب، ما حدش فتح بقه وقال لي أنت بتعمل إيه؟ ما هو لازم أنت دخلت عليهم دخلة جامدة، فافتكروك لبط وجاي تقول يا شر شطار، فقالوا الطيب أحسن. أهو اللي حصل بقى، بس اللي حاسس فيا بجد
ان انا نزلت الحاج ابراهيم سردينه على ملا وشه في يوم راحته. حاج سردينة؟ الا الحاج سردينة ده عسل، وصراحة باين عليه بيحبك قوي كمان. ايوه بس اللي بتقوله فاطمه صح. واحد غيره ما كانش سأل فيك ولا قال لك انت فين. واللي حصل بقى، بس تفتكروا هيزعل مني عشان عملت الشغلانه دي من ورا ظهره؟ هو ده اصله، يزعل من ايه؟ دي ارزاقه بالحلال. لا يا فاطمه، كان واجب نفطمه برضه. يا عبدو انت مهما كان صبيه، ما تخطيش خطوه الا ما تشوره. وانا ايه اللي زعلني يا هو عيب انك تجري على قرش زياده. انا طول عمري بتمنى الخير للناس، بس انا عاتب عليك يا حقك عليا يا حاج. لما تعوز تتسبب بسبوبه زي دي كان لازم ترجع لي عشان اقول لك تهبب ايه، وساعتها بقى كنت هزرعك في احسنها مطرح ومفيش مخلوق يستجري يهاوب ناحيتك. معاك حق يا حاج، بس غصب عني، ما انا غشيم. ايوه اهلا وسهلا. قوموا. طن ونص موجود على 7000 جنيه. لا 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 لا، انت عارف اني كلمتي واحده. طب اقول لك ايه، علشان اريحك وتريحني خد 2 طن وانا ههاودك في السعر. ايوه 8000 ونص. لا خلاص ولا ملي. ماشي، شيع العربيات في اي وقت، تحت امرك. مع السلامه. يا مرسي، يا معلم مرسي، يا معلم مرسي، كلم الحاج. ايوه يا حاج. اعملها يا حاج. اوامرك يا حاج. الباشمهندس شاكر هيبعت ياخد 2 طن خردة نحاس. عايزك بقى بكره تاخد العيال وتطلع على المخزن بتاع سوق السلاح، توزنهم وتجهزهم. ماشي يا حاج. وانت يالا هترجع تاني ولا خلاص تبت؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. اذا كنت شايف اللي انا عملته غلط اعتبرني تبت ومش هرجع له تاني ابدا. التفت لشغلك هنا احسن، واذا ما كانش عاجبك شغل الوكاله بقى قدامك اهو يفوت جمل. في 1,000,000 واحد مستمنوا يشتغلوا الشغله بتاعتك، وبلاش المرازيه بتاعتك دي. مرسي لم نفسك شويه، الكلام ده اني بس اللي اقوله. يا حاج ما هو برضه يعني لا مؤاخذه صاحب بالين كداب. ما دام شايف شغله هنا مظبوط احنا ملناش عنده حاجه. الهي يعمر بيتك خلاص بقى. ولا يحرمنيش من عطفك وكرمك يا حاج. يا كريم، يا طيب، يا امير، يا ابن الامراء. فطرت ده يا فاطمه. عيني. ادخلي يلا يا فاطمه. حاضر عيني. عبده، عبد امسك. عملت ايه مع الحاج؟ زي ما قلتي، الحاج سردينه طلع سكره. عشان تبقى تسمع الكلام. ايه ده؟ انت لسه بتاكل العيش حاف؟ وهو في احسن من كده؟ نعمه. طب اجيب لك شويه كشري. لا لا، لما عاوز هجيلك. فاطمه قلت لك لا. فاطمه قلت لك مش عايز. طب شويه في الرغيف. لا انا همشي عشان ما اتاخرش على الوكاله. انت سايبه زباين وبتعملها يا فاطمه، ما تشوفي شغلك يا بنت. بس والله يا عيال بقى كده ينزل حاج من بيته في يوم اجازته ويخليه يسيب ضيوفه عشان بسلامته عايز يعمل لي فيها تاجر. ده واد نمرود يا سعاده البيه. شوف بقى كان عايز يبيع ايه، وتلاقي ايده اتمدت على حاجه هنا في الوكاله. الواد ده انا من يوم ما شفته وانا مش مرتاح له يا مرسي. عمرك اطول من عمر يا سعاده البيه، انا كنت لسه هقولها، بس نعمل ايه للحاج بقى؟ ما بيستحملش كلمه واحده عليه. ليه بقى يا اخويا؟ يطلع مين ده؟ ده حته جربوع ما يسواش، وبعدين احنا ما نعرفش عنه حاجه. مش جايز الواد ده يبقى مجرم ولا بلطجي وجاي يرمي بلاء علينا. عداك العيب يا سعاده البيه، هو كده فعلا. خد يا ده هنا. ايوه يا سي محفوظ بيه. كنت فين انا؟ عدم المؤاخذه كنت بشتري رغيف عشان اتغدى. وهتتسمم ايه يا اخويا؟ كباب ولا نيفه؟ بلاش تتريق عليا يا سي محفوظ بيه، انا راجل غلبان
انت يا واد هتتسمم ايه؟ هتسمم الرغيف ده؟ حاف. ايوه، حاكله حاف. ليه يا اخويا؟ مش قادر تجيب شويه غموس؟ بتودي فلوسك فين يا واد؟ اوعى تكون بتتعاطى حاجه يالا. ما تقولش كده يا سي محفوظ بيه، ده انا بقول يا حيطه داريني. مرسي، الواد ده يوميته كام؟ بياخد 25 قرش يا بيه، غير البقشيش بقى اللي بيطلع له في اي نقله ينقلها لزبون. ساكن بكام يا واد؟ في الشهر ب2 جنيه ونص. يعني تقدر تاكل وتلبس؟ امال ايه حكايه العيش الحاف دي؟ عدم المؤاخذه في الليل بقى بشوف لي اكله كويسه اكلها. اكله كويسه تاكلها ولا بتلم الفلوس عشان تشتري بضاعه وتتاجر؟ ده انا لسه بقول يا هادي. يعني ناوي. وفيها ايه بس يا سي محفوظ بيه؟ فيها كتير يا اخويا. اللي يشتغل عندنا هنا عينه ما تبصش لبره ابدا. ايوه بس انا عدم المؤاخذه واخد اذن من الحاج. ماليش دعوه بالكلام الفارغ ده. اللي زيك مالوش عيش هنا. يعني ايه؟ يعني تغور من وش يا اخويا، ما تورينيش وشك هنا تاني، تطلع بره التاجر وتشتري زي ما انت عايز. يعني بتقطع عيش يا سي محفوظ بيه؟ وانت محتاج يا اخويا؟ ما انت بقيت معلم. تحت امرك. اللي تشوفه يا سي محفوظ. مرسي، ارمي للواد ده باريزه وخليه يغور من هنا من الوكاله، ما اشوفش خلقته تاني. انا عارف البلاوي دي بتتحدف علينا منين. انت مالك بيه يا فاطمه؟ انت مش شايفه ماشي ازاي؟ ماله جراه اخر؟ ايه اللي جراه؟ ايه ده؟ انت رجعت بدري النهارده ليه؟ اتخانقت مع حد تاني؟ الله، في ايه يا عبدو ما تتكلم؟ سبت شغلك ليه؟ انت تعبان؟ حاسس بحاجه؟ انا اتطردت من الوكاله. يا لهوي، ليه؟ عملت ايه؟ اتخانقت مع الحاج. انا اقدر ارفع صوتي على الحاج او ارفض له طلب؟ محفوظ هو اللي طردني. وسببها ايه الطرده دي؟ ما تتكلم يا عبدو، انت هتفضل مخبي عننا كل حاجه؟ انت مش فاهم لنا يا جدع؟ عيب يا سيد ما تقولش كده. انتوا دلوقتي اكتر من اهلي، بس انا مش عارف اقول ايه. انا نفسي مش عارف انا اتطردت ليه. لكن اللي عارفه كويس ان اللعبه دي كلها بقس التعبان اللي اسمه مرسي. والحاج عارف باللي حصل؟ لا، ما كانش موجود. طب ما تروح له تشتكي له. يشتكي مين يا خايبه انت كمان؟ يشتكي ابنه. طيب
طب اما اشوف وشك يا مرسي الكلب. هات يا ابني واحد شعر ما بيضة. مساء الفل يا عرب. مساء الفل يا راس مرسي. ايه يا عرب؟ قاعد لوحدك ليه؟ ما تيجي تلعب معايا شرطين. الله الله الله، ده المعلم عبده قاعد اهو. هات يا ابني واحد شاعر على حساب المعلم عبده. طبعا معلم غصب عنك وعن اللي خلفوك يا مرسي.